عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه كويسه ان شاء الله. النهارده بقى انا هنعمل ايه؟ انا زهقت بصراحه من الاكل. دورت بقى في التلاجة وقلت اما ادور في التلاجة اشوف في ايه. لقيت ايه النهارده يا حبايب قلبي فضل خيركم؟ لقيت عندي حبه كوسه من اللي انا كنت مشترياهم مشتروات الاسبوع معاكم، الصغيره الجميله دي. ماشي، قلت خلاص يا بنتي هيبقى ايه. دورت في الفريزر، لقيت برضه حتتين ايه فراخ كده حلوين يستاهلوا بقكم. قمت كده مطلعاه 4 حتت صغيرين كده بس هم حلوين، فحاجه هتقضي الغرض وخلاص. ومعايا حتتين لحمه برضه في التلاجة هم مسلوقين، قلت اعملهم برضه احطهم ايه في قلبها. حد ياكل لحمه ياكل فراخ زي ما هي حته. بس انا النهارده قلت انا هعمل بقى طاجن الكوسه بقى ده النهارده. هعمله بقى ايه؟ يعني هعمل صينيه كوسه ني في ني. يعني ايه هيبقى ني في ني؟ يعني هعمل كل حاجه يعني زي كده. يعني مش هسبك حاجه، مش هسبك لها حاجه. يعني انا بصوا عامله البصل حلقات كده زي ما انتم شايفين، الطماطم حلقات، فلفل الوان اخضر واصفر واحمر برضو حلقات، حابه تضيفي فص ثوم مفيش اي مشكله. هنحط كل الخلطه دي كلها النهارده على بعضها ونقلبها بالتوابل الجميله. معايا التوابل ايه سهله وبسيطه مفيش حاجه كتير. معايا فلفل اسود، معايا بهارات فراخ، معايا ملح، معايا بابريكا، مش هحط حاجه تاني. ومعايا ايه؟ ومعايا معلقه صلصه برضو عشان برضو تديني لون حلو كده. ونسمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل في البوله كده، هنزل بايه؟ بكميه الكوسه اللي معايا، عليها كميه الخضار، البصل والطماطم والفلفل الالوان. مفيش فلفل الوان حط فلفل اخضر مش مشكله. ماشي كده. هنزل بقى بالكلام ده كده، وهنزل عليه بايه؟ بالتوابل اللي انتوا شايفينها دي كده. شايفين سهل بقى وبسيط. هنقدمه طبعا. انا هعمل النهارده برام رز. انا عملته معاكم كتير البرام الرز المعمر. انا بقى ان شاء الله هعمله النهارده مع برام. طبعا بقى بما ان الفرن مولع، اعمل بقى بعد ما احمر الرز. لا هنعمله ايه؟ المعمر بيتاكل بصراحه بيحبوه عن التاني، عن المتحمر او عن ابو شعريه. طالما بقى نولع الفرن وفي طواجن بقى نعمل بقى جنبها ايه؟ اعمل برام رز معمر كده حلو يستاهل بقكم يا حبايب قلبي. صلوا على النبي بقى واعملوا لي لايك. ماشي. انا قلبت الشكل الجميل ده كله كده مع بعض زي ما انتم شايفين، الريحه في منتهى الجمال. ماشي. هنزل بقى دلوقتي بايه؟ هنزل بالفراخ. هضيف لها برضو ايه؟ التقلع بقى كده خلاص ولا لسه هقلب. هضيف لها بقى كده حبه كده من البرطمان السحري الجبار ده كده، هيودي اكل في حته تانيه خالص. ماشي. وهقلب بقى كل الكلام الجميل ده. انا حاطه بقى هتلاقي رجول وهتلاقي روس وهتلاقي كل حاجه. وهنزل برضو بمعلقه الصلصه دي كده. اكل صحي والله يا جماعه. الني في ني ده مش وحش. مش معنى ان احنا بنقول مش هنسبك عشان حاجه، لا. الاكل الصحي مفيش احسن منه. ولا زيوت، انا خلي بالكم مش هحط فيها اي حاجه خالص، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. ماشي. ونسمي الله بقى ونجيب الصينيه بتاعتنا دي. وهنزل بقى كده الفراخ الاول ارصها كده زي ما انتم شايفين كده كده. وهنزل عليها بقى ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الريحه في منتهى الجمال. ريحه يا جماعه وهميه. انا عايزه الفراخ تبقى باينه كده وفي نفس الوقت شاربه من تتبيله التتبيله كلها بتاعت الطاجن الكوسه الجميل ده كده. هعمل كده. مش عايزه حاجه تحت عشان انا عايزه كله يحمر وبرده يكون كله مستوي. واخد حته اللحمه الجميله دي كده، اعمل لها حفره كده برده واحط حواليها ايه؟ حواليها الكوسه برده عشان ما تنشفش، تبقى طريه كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. اظن مفيش ولا احلى ولا اجمل ولا اسهل من كده. طريقه سهله وبسيطه والالوان فيها كده مبهجه كده. شايفين؟
الجمال. بصوا احلى طاجن كوسه باللحمه وبالفراخ مع بعض. حتتين اللحمه مسلوقين وثلاث اربع منابات صغيرين كده بنصهم حلوين. طاجن كوسه بقى ني في ني ملوش حل. هعمل انا دلوقتي ايه بقى؟ انا عندي حبه شوربه لحمه، هزودها بقى شوربه لحمه كده عشان تبقى بصوا بقى يا جمال. والطاجن القمر ده على الفرن مباشره، شايفين؟ هيتغطى بقى ويدخل الفرن كده، مش هياخد وقت. الكوسه ما بتاخدش وقت زي ما انتوا عارفين، ولا الفراخ البيضاء، واللحمه كده كده مسلوقه مستويه، يعني بالكتير قوي اقل من نص ساعه وهكون مخرجاه من الفرن. وهوريكم شكله النهائي بقى. وهعمل معايا طاجن رز معمر كده يستاهل بقكم، وهوريكم شكله النهائي يا حبايب قلبي بعد ما يخرج من الفرن. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ خلصنا غدانا بطريقه سهله وبسيطه وجميله، وغيرنا بقى بدل ما نعمل الكوسه متسبكه كل مره عملناها ني في ني مع حتتين الفراخ الجمال دول وحتتين اللحمه كده. هحاول برضه اشيل ايه الطاجن لسه مطلعاه من الفرن سخن جدا، بس عايزه اوريكم الجمال والحلاوه دي. شايفين الطاجن القمر ده يستاهل بقكم. صينيه بطاطس بقى باللحمه والفراخ مشكله ماشي. وطبعا عملت معاكم قبل كده الرز المعمر كتير عارفينه بقى، وبقيت شطار في عمايله. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ اتمنى يا رب كده ان يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلبكم، واتمنى اللي ما اشتركش في القناه على اليوتيوب يشترك قناه مطبخ السعاده مع الشيف بقى يا حبايب قلبي. اشترك لي في القناه واعمل لي لايك يا جماعه، والله العظيم ما هيفرق معاكم بس هيفرق معايا انا. بالله عليكم يا حبايب قلبي اشتركوا في القناه، وكل اللي يدخل الفيديو ده ويشوفه يكتب لي تعليقاته وكومنتات قد كده، وانا هرد عليكم على كلامكم الجميل اللي زي العسل اللي بيبسطني وبيسعدني وبيشجعني ان انا ادخل واقدم لكم كل جديد. والى اللقاء يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير. باي باي.